السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة بقى هنعمل معاكم شوية حاجات كده. هنفرز ملوخية وهنعمل شوية فاصوليا بيضة معاها شوية رز كده حبة وحبة. أكل بسيط وحاجات سهلة وبسيطة. الأول بقى هنعمل معاكم الفاصوليا البيضة. أنا طبعا صباحنا كده محتارين نطبخه فقلت طب نعمل شوية فاصوليا بيضة. هي المفروض الفاصوليا تتنقع من بالليل، بس طبعا ادام احنا مستعجلين عليها، فانا بننقعها في مية مغلية. بعد ما نغسلها كده وننضفها نروح نقعها في مية مغلية قيمة ساعتين كده ولا حاجة. هتكون بردت المية عليها والفاصوليا الحبة كده كبرت واتنقعت يعني. هنروح جاية كبة المية بتاعتها ونروح جاية سلقاها. عملت لها بقى التقلية بتاعتها بصلاية متوسطة كده بشوية زيت وسمنة. وعندي الطماطم متفرزة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت شوية. وبعدين ما غليت كده حطيت شوية سكر يعني عليها صغيرين زي كالعادة يعني. نشلتها بقى من ميتها لأنها كانت خلاص اتسلقت جامد يعني. فنشلتها بالمقصوصة كده أو المصفى يعني البتاع الصغير اللي انتوا شايفينها دي. وحطيتها في الصلصة بتاعتها على طول، وظبطت بقى شوية ملح على شوية كمون على شوية فلفل أسمر. وزودتها بالشوربة، ولو في حتتين لحمة كده مسلوقين ولا حاجة. كان عندنا يعني في الشوربة كده لحمة مسلوقة من امبارح. فحطيتها عليها وبقت ما شاء الله يعني حلوة خالص. هتاخد لها غلوتين كده على النار وخلاص وتمام التمام. ولو حطيتي قرن في فصين توم كده يبقى ريحة جميلة خالص. نيين طبعا التوم بنحطه ني. هنعمل بقى شوية الرز اهوت. حطيت حتة زبدة مع شوية زيت ونص كمية الرز. هنفضل نقلب فيهم كده لغاية ما لونهم يتغير ويحمر خالص. اهو هنفضل نقلب فيهم بالراحة كده. طبعا ما تعليش النار قوي، النار تبقى متوسطة. نفضل نقلب كده لحد ما لونهم يتغير. طبعا بتبقي حاطة جنبك مية مغلية، يا تحطها في كسرونة ولا في حاجة تغلي، يا تاخدي من الكتل. هنحط بقية كمية الرز ونقلبها معاه مع الرز اللي اتحمر دوت لحد ما المية اللي في الرز، حتى لو انت مصفياه هتلاقي برضو لسه في اثر بلل كده. تفضلي تقلبي كده لحد ما يتأثر بالسمنة ويبقى مفيش مية خالص، يكون نشف. تروحي مزوداه بقى المية المغلية بتاعته، يا دوب يتغطى بس بالمية. وتحطي الملح بتاعه، ولما تغلي بس كده تروحي جاية موطية النار خالص. وبألف هنا وشفا. هنيجي بقى على الملوخية كده اهوت. شوف انا مقطفاها ازاي. طبعا انا قطفتها وغسلتها وحطيتها في قلب المصفى. انا بنقطفها طبعا زي ما انتوا شايفين، الزهرة بتاعتها ديت بتخليها طعمها مسكر وجميل. لما نروح السوق كده ونلاقي مثلا حبة ملوخية حلوين عجبوني نجيبهم. شوية بامية حلوين. اي حاجة من اللي ممكن تتفرز ديت، حتى لو انت ما انتش عايزاهم دلوقتي، بتبقى كده فرص جميلة بدل ما انت تستني في اخر الموسم. بتبقى الحاجة اللي الزرعة بتبقى خلاص نشفت كده وشاخت وطعمها مبيبقاش حلو. لكن لو اتفرزت كل مدى كده تجيبي طبختين تلاتة وتحطيهم كده في الفريزر، مش هتحسي بعمايلهم ولا هتحسي بفلوسهم خالص، لانهم هيروحوا من ضمن المصاريف. انا طبعا بعد ما قطفتها ونشفتها حلو وفردتها على الملاية اللي انتوا شايفينها ديت، جبت الكياس بقى اللي هي بتاعت التلاجة، وعبيت في كل كيس شوية على قد الطبخة كده. وان قابلتك مثلا ورقة كده غمقت من الغسيل وكده هو تشيليها وفرفريها كده، شوفي اتأكدي ان ما فيهاش مية خالص. وعبيها لو لقيتي مثلا واحدة مش عاجباك كده غمقت شيليها. هنعبيهم كلك في الكياس ونفرغ منهم الهوا. انا عملت يعني 5 طبخات اهمت ما شاء الله. واتعملوا جنب العمايل اللي وانت واقفة كده في المطبخ، مش هتحسي بيهم.
هنضغط عليهم كده بحيث ان الهواء افرغ الهواء اهو من قلبهم. طبعا الأكياس دي طلعت كبيرة عن يعني لو تجيب اللي هو نص كيلو بيبقى معقول، لكن دوت طبعا اللي جابولي بقى جابوهولي كيلو، فمش مشكلة يعني، مش هيزود في الأمر شيء. نضغط عليها كده نكبسها في قلب الكيس ونفرغ الهواء كده اهو زي ما انتوا شايفين. نضغط عليها ونطلع لفوق شوية ونربط الكيس، وبعد كده بقى ايه نفردها ونبططها كده بحيث ان انا لما نحطها في الفريزر ما تاخدش مكان. طبعا انت بتاخديها بقى من الفريزر على العمايل على طول، يا اما تكوني غالية لو ما انت ما عندكيش كبة، يعني انا بنعملها في الكبة بتبقى زي البودرة، في ضربتين كده تبقى زي البودرة، مش بودرة قوي يعني. وتحطيها في المية في الشوربة المغلية وتروحي مقليالها عادي، يا اما تحطيها في الخلاط برضو مع الشوربة على طول، والف هنا والشفا والسلام عليكم.